عمرك قبل كده فكرت انك تبقى صانع محتوى؟ كده انت معلم، كده انت معلم. تعال بقى اقولك ازاي تعمل ده في اقل من 24 ساعة. ثانية واحدة، هو يعني ايه صانع محتوى؟ صانع محتوى ده محمد صانع محتوى، بينزل فيديوهات كل فين وفين، بس فيديوهاته بتعجب الناس نسبيا. المشكلة انه ما عندوش قلب، شاله وحط بداله سبسكرايبرز، عشان كده هو يوتيوبر قوي. صانع المحتوى هو الشخص المسؤول عن إنتاج المحتوى في جميع أشكاله، سواء كان المحتوى مكتوب أو مرئي أو مسموع. النهاردة قررت أتحدى نفسي وبطل تسويف، لأن ببساطة مطلوب مننا في الكلية إننا نعمل حلقة إذاعية أو بودكاست. لازم أعمل حاجة واحدة بس قبل ما أبدأ. أي حد بينشئ محتوى اسمه كونتنت كريتور أو صانع محتوى، بس المهم يكون في هدف أو رسالة من المحتوى اللي بيقدمه ده، لأن ببساطة في ناس بتعمل محتوى وهو في الحقيقة مش محتوى. صانع المحتوى مش بس الشخص اللي بيتكلم قدام الكاميرا قدامك ده أو اللي صوته طالع في المايك، ولكن اللي بيكتب السكريبت هو كمان صانع محتوى، والمصور والمعد والمونتير، كل الناس دي تصنف صناع محتوى. فالنهاردة قررت أتحدى نفسي والبس زي صناع المحتوى وأعمل محتوى في أقل من 24 ساعة. 24 ساعة. اعمل سبسكرايب لو لسه مش مشترك في القناة. قلب أحمر مكتوب كده في السكريبت. مبدئيا اللي أهم من الشغل تظبيط الشغل. لازم نخطط كويس عشان الشغل يطلع مظبوط، ولازم نمشي على خطة واضحة معروفة. اللي احنا محتاجينه هو كالتالي: هنعمل حلقة راديو أو بودكاست، فاحنا محتاجين نحدد فكرة البرنامج. ممكن فكرة البرنامج تكون صعبة بالنسبة لك، أو إنك تحدد فكرة صعبة شوية، بس بعدين هتلاقي الموضوع ده سهل عادي، هيجيلك أفكار بعد كده. بس مش مهم. الأصعب من ده هو إنك تحول الفكرة دي لسكريبت. المهم إزاي تجيب أفكار. هو في البداية يستحسن تشوف حاجة أنت مهتم بيها أو من اهتماماتك وتتكلم عليها علشان تعرف تتكلم عنها بشكل كويس. بس أكيد في كتير قوي اهتماماتهم نفس اهتماماتك، فعلشان كده أي فكرة أنت هتجيبها لازم يكون تنفيذها هو اللي مختلف بالنسبة لك. فهنجيب فكرة عادية وهنحورها شوية عشان نطلع منها حاجة مختلفة، أو حاول تفكر بره الصندوق من الأول، يعني لو عرفت تعمل ده. بعدين محتاجين نحدد اسم البرنامج. جبنا الفكرة يبقى محتاجين نحدد الاسم. لازم الاسم بقى يكون مرتبط بنفس الكونتنت أو المحتوى اللي موجود في الحلقة دي أو البرنامج عامة. يعني فكرة البرنامج إن احنا بنتكلم عن حاجات أو أحداث قديمة، وعند نقطة معينة جه حصل اختلاف كده وتحورت الحاجة دي وكملنا بقى عادي وظهرت لنا بالشكل الجديد ده. فدي الفكرة بتاعت البرنامج. ممكن نقول اختلال ثقافي. اختلال ثقافي عادي، ياما مشيت مع الناس بالحظوظ، متزعلش مني يا فن. خلاص حددنا الفكرة وجبنا كمان اسم البرنامج. عايزين بقى الحلقة الأولى علشان نعمل وننتج حلقة كده. ممكن نتكلم عن الراب، متزعلش مني يا فن. ممكن نتكلم عن الراب، وخصوصا انه من اهتماماتي. الحلقة الأولى بعنوان يا بخت اللي صاحبه رابر. ازاي تحول فكرة مكتوبة في أقل من سطر ل3 أو 4 دقايق؟ ازاي تفرد الموضوع وتتكلم في نفس الموضوع من غير ما الناس تمل؟ لأن المتفرج أو المستمع مش عايز ملل. انت لازم تحط تحت الملل 600 خط أحمر. 600 خط أحمر. أنا اسمي محمد، صانع محتوى. الكلمة دي مرعبة بالنسبة لي وتقريبا لأي صانع محتوى، لأن المحتوى لو ممل المستمع أو المتفرج مش هيسمعك ولا هيشوفك أصلا. فأرجوك اوعى تقول الكلمة دي على فيديو من فيديوهاتي. رعب يا بيه. عشان كده بقى صاحبي، دي تعتبر خطوة مش سهلة بالنسبة لي. وعلى فكرة السكريبت ليه طرق كتير بتتكتب بيه، ممكن تتعلمها عادي جدا وتكتبه بطريقة صحيحة. يعني زي مثلا ان انت ممكن تكتب شوية جمل كده بسيطة كام ثانية من اول الفيديو علشان تشد المستمع، وديت بتبقى ميزة في المقدمة. لازم المقدمة بتاعتك تكون بتلفت الانتباه علشان المستمع يكمل الفيديو بتاعك.
ولو طلع مفيش محتوى في باقي الفيديو هيتسوح جامد، بس عادي عادي. اهم حاجه المشاهد يشوف الفيديو بس كده. وعلشان السكريبت بتاعك يكون كامل لازم تعمل ريسيرش كتير قوي، ما تعتمدش على المعلومات اللي في دماغك علشان هتلاقي نفسك قلت شويه قد كده خالص. والمرحله دي هنسميها مرحله جمع المعلومات، وديت مرحله مهمه جدا بيعملها اي فريق اعداد في اي برنامج كبير. اي صانع محتوى او اي فريق اعداد سواء لبرامج تلفزيونيه او ليوتيوب زي مثلا ما انا بعمل كده لو انا بكتب السكريبت، او اي يوتيوبر تاني بيكتب سكريبت، لازم يمر بشويه خطوات كده مهمه علشان الفيديو بتاعه يوصل بشكل كويس. يعني هو خلاص حدد الفكره، بعد كده يبدا يشوف الهدف من الفكره ديت ايه، وبعدين يبدا يجيب معلومات والمصادر بتاعته. واهم خطوه لازم يعملها اي حد بيعمل فيديو، لازم يشوف الجمهور بتاعه مين، لازم يوجه الفيديو كده لحد معين يقول له خد الفيديو ده ليك، او حد يهمه الفيديو بتاعه. خد وقتك قوي في كتابه السكريبت، كل ما السكريبت يكون كويس كل ما المنتج النهائي يكون جامد. بعد ما تكتب السكريبت هتخش بقى على مرحله التسجيل، سواء بقى كنت هتصور فيديو او كنت هتسجله صوت بس. كنت مفكر الموضوع هيبقى سهل وعادي جدا ان انا مش هتكلم قدام كاميرا لان انا بعمل حلقه راديو او بودكاست يعني، بس الفكره ان انت لما بتيجي تتكلم في المايك بتبقى عايز توصل للمشاهد انت بتعمل ايه، او ايه تعبيرك عن الموضوع ده، او احساسك للنص. فزي ما انا بتكلم قدام الكاميرا كده فبيبقى فيه بادي لانجوج، يعني انت شايفني، بعرف اتواصل معاك، اي كونتاكت كده يعني. فقدام المايك مفيش اي حاجه من دي، صوتك بس اللي بيطلع في المايك. لازم هتعيد كتير في حوار التسجيل ده، ولو كنت بتعرف تسجل من اول مره فعظمه قوي. اهم حاجه بعد ما تسجل خد بريك، اهم حاجه صحتك، اهم حاجه صحتك صدقني. بعد كده بقى هنخش في مرحله المونتاج، والمرحله دي تكاد تكون يعني اللي هتطلع من جوهر مؤاخذة يعني. مرحلة المونتاج او الايديت هي المرحلة اللي بتحدد اذا كان البروجكت النهائي ده هيطلع جامد ولا عادي، هيطلع جامد ولا عادي حرفيا. اللي هو انت ممكن تكون السكريبت جامد، التسجيل جامد، بس لما تيجي تعمل مونتاج او ايديت بشكل سلبي او سيء او عادي هيخلي الفيديو عادي كده. مرحلة مهمة وتاخد وقتها بشكل كويس جدا. في الاخر هيطلع معانا منتج سليم تقدر تعرضه على اي حد. متنساش بقى ايه تروح تشوف الفيديو وتكتب لي كومنت هنا بقى تقول لي ايه رايك، فاجر ولا عادي ولا جامد ولا عادي، فاهم؟ عادي. وده الفيديو اللي طلع معانا، تقدر تشوفه من هنا، بودكاست اختلال ثقافي. مش عارف هكمله ولا لا، بس يعني دي اول حلقه ممكن تتفرج عليها من هنا لو انت ما شفتهاش لانها نازله من فتره. فقشطه، سلام.